اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في الفيديو تاع اليوم رايح نديكم معايا لواحد المنطقة، يعني رحنا في رحلة. المنطقة رائعة جدا، أنا أول مرة نزورها، وهي واد النساء في الحجيرة، ولاية ورقلة. لهنا كانت الانطلاقة. بصراحة ما رحناش بكري لأنه كما تعرفوا الولاد صغار، كاين اللي ما نوضولهاش ولادها، كاين اللي فلهذا درنا الروطار، يعني مشينا جويه 9:30 ل10 غير باش انطلقت الحافلة. ولهنايا كنت حاولت اني هو صورت مدة طويلة بصراحة، لكن اختصرت هكا في بعض المناطق حبيتكم تشوفوهم في الفيديو هذا. قبل ما نلحقوا هنايا كنا في الطريق مازال. بصراحة كان الهدوء في الحافلة، خصوصا كي قلت لكم مع اولاد صغار، ما غناو ما داروا حتى حاجة. شوية هكا كي قريب نلحقوا بداو يديروا شوية كيف نقولوا حنا، يبداو يديروا هكا شويه في الحركات وبداو يغنيو. كانوا كما قلت لكم صباح بكري وناضوا صباح بكري، فما قدروش يقاوموا. كاين اللي رقدوا، كاين اللي ما رقدوش، قعدوا يعني غير يشوفوا في المناطق. ولهنا كنا لحقنا، يعني شفنا الخيمة اللي راهم موجدينها لنا من بعيد، وشفنا حتى الحصان كما راكم تشوفوا. الحصان استمتعوا به الولاد. ولهنايا هذه الخيمة هذه، هذا الخلف نتاعها حتى رحنا لها من الجهة، يعني دورنا لها من الجهة الأخرى. كانت ماهيش مفرشة، ومن بعد باش فرشوها القائمين على الرحلة هذه. لهنايا رحنا لها. بصراحة أنا رحت نجري، أنا استمتعت، أنا نشتي للحوايج هذو. نحب المناظر، نحب المناظر الطبيعية بصفة عامة. كما قلت لكم، هنا أول ما لحقنا مازال كاين الغاشي، مازال ما راهم ماشيين ورايا. يعني أنا كنت هنا أول من شفت الخيمة هذه، وهبطنا ومشينا كما راكم تشوفوا حتى لحقنا لها. ماهيش بعيدة ياسر، يعني وين حطتنا الحافلة ماهيش الخيمة ما حطوها لناش بعيد، لأنهم على بالهم بلي جايين عائلات وجايين ولاد صغار ما همش راح يقدروا يمشيو. لأنه لهنا كانت الكاتكات مازال ما لحقتش، كاين لأنه كاين سيارة كاتكات هي اللي راح نحوسوا فيها، يعني صغار وكبار، يعني حوسنا فيها كامل. هذه حبيت نصور الخيمة باش تشوفوها كيفاش كانت. ومن بعد لهنا وصلوا العائلات. بصراحة الجو كان رائع، يعني واحد ما حب يقعد في الخيمة، الناس كل حبت تخرج برا لأنه الشمس كانت قاوية. وكما راكم تشوفوا ديجا كاين اللي بداو طلعوا للفوق للجبال، كاين الولاد كل لعبوا، الولاد كامل استمتعوا. يعني بصراحة احنا استمتعنا وهما استمتعوا. انا ثاني لعبت كورة، لعبت جريت، ركبت في السيارة رباعية الدفع. يعني ما شاء الله الولاد كانوا، لقينا كورات ثم لعبوا بهم الولاد. حبيت نوري لكم هكذا شوية السما كيفاش كانت. كما قلت لكم الجو كان رائع، ما هو بارد ما هو سخون ما هو مشمس بزاف، يعني كان مليح الجو. ولعبنا واستمتعنا كامل. كما قلت لكم جابوا لنا كلش. لهنايا رايحين تشوفوا كي بدينا نحوسوا. لهنايا انا كنا الساعه الامهات ركبنا عادي في السياره، ركبنا من القدام، والاطفال كانوا يركبوا من اللور، وكان عليهم الحراسه، يعني ما خفناش عليهم بصراحه. غير انا ما حبيتش اطفالي يروحوا وحدهم. كاين بعض الاطفال ما جاوش مع امهاتهم، فركبوا عادي. يعني قلت لكم كاين الحراسه كاين كلش. رايحه نخليكم تستمتعوا بالمناظر هذو، ونعاودوا ونرجعوا نكملوا مع بعضنا الفيديو.
إلا هنا كي رجعت لقيتهم ديجا راهم بداو باش يدوزنوا الغدا. داروا الغدا تاع الولاد وحدو وداروا تاع الكبار وحدو، لانهم خافوا انهم الولاد ما ياكلوهش، ف خيروا انهم يديروا الغدا تاع الولاد وحدهم وداروا لهم مقارونه. لانه ما كانش صغير ما ياكلهاش المقارونه، فلهذا حبوا يديروها لهم. هنا قلت لكم راهم بداو. رحنا شربنا كامل، كاين اللي يشربوا الحليب، كاين اللي يشربوا اللبن، المهم بالتمر. هذه الخيمه بعد ما وجدوها وكما قلت لكم راهي تفرشت. اللي هنا قلت لكم بعد ما لحقنا بواحد الساعة نص ساعة هكذاك قلت لكم حطوا التمر. كاين ناس شربوا الحليب، كاين ناس شربوا التمر. انا هنا صورت لاني انا ممنوعة من الحليب فكليت غير التمر برك، وحبيت نصور. هذه راهو رفيس، نعرفش كيفاه تقولوا له، المهم هو رفيس. حبيت برك نصوره لانه تاعو من بعد. لهنا هذه كانوا داروها للكبار. هنا بدات الحالة تبان يعني، وكانوا حتى اللحم هذا كانوا يشويوه للولاد. يعني الغداء تاع الولاد هو اللي طاب قبل تاع الكبار، لانهم الولاد الصغار اكيد راح يجوعوا قبل الكبار. ولهنا كان يعني مازالوا قاعدين يوجدوا. هذا ما الغدوات. هي بدات تبان الروائح هنا، وبدات تبان الحالة يعني كيفاش راهي قاعدة توجد. وكما قلت لكم انا كل ما كانوا يديروا حاجه جديده كنت نجي نصور. لهنايا التاي قاعد يطيب، ثاني التاي عالجمر ما شاء الله جا ما بقاتش فيه حتى قطره. حتى الولاد الصغار حبوا يشربوه، وكانوا يشربوا ما شاء الله، لانه مفيد يعني مش راح يضر الولاد الصغار، عادي يعني حتى كي يشربوه ما يضرهمش بصراحه. كما قلت لكم كانوا طيبوا تاع الغدا تاع الولاد وحدهم وتاع الكبار وحدهم. هذا الحصان بعد ما استمتعوا به الولاد وراح وجا وراح وجا، انا كان تعب فهبط في الارض وهو اللي غبر روحه هكا، لانه قال لك ينحي يعني ينحي التعب كي هو يدير كيما هكذا لروحه. لهنايا كانوا الولاد يلعبوا في الكرة. بصراحة بدا هذا الفريق ماهوش فريق، هذو كانوا يتيريو لبعضهم برك. ومن بعد درت لهم في العشية بعد ما تغداو ورحت بعدتهم بعيد ودرت لهم فريق صغير وخليتهم يلعبوا بالكرة. وكاينين دي بيبي، كاين اللي يرقدوا، كاين اللي يعني داو هكذا قيلوله من بعد عاودوا ناضوا. يعني ما كانش طفل رقد مدة طويلة يعني وما استمتعش باللعب. وكانوا ايضا دوك تشوفوا هنايا كانوا القيمين يعني على الرحلة داروا الولاد اللعبة هذه كي كانوا يسناو في السيارة انها تجي. كاين لانه سيارة كانت تحوس بمجموعة، لانه كانت مجموعة كبيرة يعني في الرحلة كانوا مستحيل سيارة واحدة تكفي، فكانت السيارة تروح وتجي. هنا زدت عاود صورت بصراحة الحصان. وهذه كانت الرحلة تاعي الثانية. الرحلة تاعي الثانية انا كنت ركبت مع ولادي ومع بعض النساء من الخلف. كاين اللي يركبوا القدام مع لي بيبي ما مستحيل يركبوا من الخلف. لهنا ركبنا في الخلف، كانت اكثر حماس بصراحة من الخلف. ما هيش فرق شاسع بين انه واحد يركب عادي القدام وبين يعني انه يركب من الخلف. في السيارة رباعية الدفع، لانه من الخلف ما كانش بيبان. وكنا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. راح نزيد نخليكم تحوسوا معنا في الرحلة هذه، ونعاود نرجعوا من بعد نكملوا الفيديو.
مش خايفة جت مانيش خايفة، احنا اللي خايفين. لهنا كانوا داونا لهذه العين هذه، هو دارها شخص توفى، خلاها للسبيل. يعني حبيت نصورها لكم وتشوفوها. لهنا هذا الغداء تاع الولاد كما قلت لكم داروا لهم مقارونه، وحنا كانت هذه المرقه هذه نتاع اكله ولا تاع الكسره اللي طيب على اسمها المله. هذه الكسره يعني طابت تحت التراب يعني على الجمر، والولاد هنا كانوا يتغداو. ومن بعد راح كما قلت لكم بعد ما تغداو ديتهم، درت لهم فريق هكا باش يبقوا يلعبوا هما في الكرة. بصراحة لعبوا واستمتعوا وما كانتش بيناتهم حتى يعني مشاكل، كانوا يلعبوا ما شاء الله كامل. وكأنهم كانوا يعرفوا بعضهم من قبل. هما كاين زوج ولا ثلاثة كانوا يعرفوا بعضهم، لكن الأكثرية ما يعرفوش بعضهم، ما يعرفوش حتى أسامي بعضهم. تعرفوا على بعضهم وعادوا يلعبوا واستمتعوا. بصراحة استمتعوا، لأنه حنايا الجزائريين الكرة راهي في الدم. لهنا كانوا النساء يعني داروا كيف نقولوا حنا الكسرة هذيك شخشخوها ومن بعد داروها في المرقة، وكانت هذه اسمها كسرة الملة بالمرقة. كملنا الغداء وكاين اللي ارتاحوا قلت لكم وزادوا لعبوا، وحتى حنايا زدنا حوسنا زدنا لعبنا. وهذه في العشية كل وحدة وجابت قاطو، كل وحدة وجابت مكسرات. لكن المكثرية انهم تاع يعني تابعين للرحلة بصراحة، ما داروش بزاف. لهنا كنا كملنا الرحلة تاعنا بعد 4 ولا 5 سوايع، وحنا يعني درنا وش حبينا. هنا بصراحة انايا خليت الحافلة لهيه وجيت قطعت الطريق. حبيت نصور هذه المناظر كما هكذا، وهذا العالم نحيته للطفلة حبيت نستمتع به، حبيت نصور به فيديو هكذا صغير. ولهنايا كانت الطريق للعودة. هنا بصراحة بدات الشمس هكذا تغيب، وكانوا الولاد هنا كالم. هنا الحافلة كانت كالم، يعني كنا غير حنا الكبار هكذا نهضروا مرات مع بعضنا، لكن الولاد الصغار كامل رقدوا. ومن بعد كي قريبنا نلحقوا ناضوا وبداو يغنيوا كما رايحين تشوفوا. كانت رحلة ما شاء الله رائعة. البلاصة ثاني كانت رائعة، استمتعوا الولاد. رايحة نخليكم دركا مع الأصوات نتاع الولاد كيفاش كانوا قاعدين يحتفلوا. لهنا ما بقى نقول لكم غير ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم البلاصه، وان شاء الله تزوروها علاش لا. ما تنسونيش بالجيم ولي كومونتير.